فاكرين أول مرة شُفنا فيها الكاميرا اللي بتطلع لوحدها من الموبايل؟ كان إحساس كده زي أفلام في الخيال العلمي، صح؟ وفجأة بقت كل الشركات بدأت تدمنها وقُلنا خلاص المستقبل هو الكاميرات المنبثقة، بس بعد بشوية كده بوم اختفت تمامًا، ليه؟ وإيه السبب الحقيقي؟ ويا ترى إيه الشركة اللي استخدمتها أصلًا؟ تعالوا نفك اللغز ده مع بعض. قبل ما نبدأ انزل اعمل لايك للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد. أول حاجة الكاميرا الملصقة، الفكرة كانت بسيطة بس عبقرية، بدل ما الكاميرا الأمامية تكون باينة وتبوظ شكل الشاشة، الشركة قررت تخبيها جوا الجهاز تطلع بس وقت ما تحتاجها، وده كان بيديك تجربة شاشة كاملة من غير نوتش ولا صوت. حركة جامدة صح، بس ورا الجمال ده كان في مشاكل كتير. تعال نروح لأشهر الموبايلات اللي استخدمتها. أشهر الموبايلات اللي استخدمتها اوبو فايند اكس 2018، اول موبايل يخطف الانظار بالكاميرا المنبثقه اللي كانت بتطلع بشكل كامل مع التصميم الفخم، وفيفو نيكست كده من اول الاجهزه اللي قدمت الفكره دي بشكل عملي. وون بلس 7 برو كان من افضل الموبايلات اللي استخدمت الكاميرا دي بتقنيات ممتازه وسرعه في الاداء. وشاومي مي 9 تي وريدمي كي 20 من اشهر الموبايلات الفئه المتوسطه اللي قدمت اداء عالي وسعر منافس. كمان شفنا الفكرة في موبايلات من ريلمي وأوسوس وهواوي وزين. طيب ليه اختفت الكاميرات الملصقة؟ كل الحلاوة دي كان ليها تمن، وده اللي خلى الشركات تتراجع. أول حاجة المتانة مش مضمونة، الكاميرات كانت ميكانيكية ومع كتر الاستخدام بتبدأ تبوظ أو تتعطل بسرعة. تاني حاجة مش ضد المية ولا تربة، فتحات الحركة كانت نقطة ضعف كبيرة وبتدخل منها مية أو غبارة بسهولة. تالت حاجة بطء في الأداء، لو أنت مستعجل بتفتح الكاميرا ممكن تفوت اللحظة اللي كنت عايز تصورها أصلا. رابع حاجة تكلفة عالية، التصنيع كان مكلف والشركة لقت إن المستخدم مش مستعد يدفع فرق السعر عشان الكاميرا بتطلع وتدخل. طب إيه البديل اللي رجعوه ليه؟ الشركات رجعت تاني للكاميرات اللي جوه الشاشة أو النوتش أو الثقب لأنها أرخص وعملية أكتر والمستخدمين كانوا راضيين بيها أصلا. ورأيي الشخصي هنا أنا شايف إن الكاميرات المنبثقة كانت فكرة عبقرية جدا، بس وقتها ما كانش مناسب والتقنيات ما كانتش متطورة كفاية عشان تنجح فعلا. يمكن نشوفها راجعة بشكل أقوى في المستقبل، مين عارف. انتوا شايفين الكاميرا المنبثقة كانت فكرة جامدة ولا التصميمات الحالية بالكاميرا في الشاشة أحسن؟ حابب أسمع رأيكم في الكومنتات. لو حاسس إن الفيديو ده أفادك دوس لايك، ولو بتحب تعرف أكتر عن عالم الموبايلات والتكنولوجيا اشترك في القناة وفعل الجرس واستناني في فيديوهات جاية، ويلا سلام.